السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم في مطبخ انس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ طبعا هنعمل النهارده روتين جامد جدا. اول حاجه ببداها بالفطار معاكم كده زي ما انتم شايفين. طبعا عملت بيض بالسلامي، طاسه بيض بالسلامي عملتها معاكم قبل كده على القناه. وعملت بطاطس مهروسه، وطماطم في جبنه، وخيار مقطعاه كده زي ما انتوا شايفين، والعيش. وخلاص كده الفطار. ندخل بقى على الروتين الجامد كده. قومي يلا تشجعي وشوفي وراكي ايه، واعملي روتين جامد جدا كده. اول حاجه معايا 10 كيلو طماطم كده زي ما انتوا شايفين. طبعا الكيلو كان ب4 جنيه، بس ما شاء الله كانت طماطم جميله جدا، كانت جامده. وزي ما انتوا شايفين شكلها قدامكم كده. ببدا اغسلها بقى زي ما انتوا شايفين، وببدا اشيل النقه الخضراء اللي فيها من ورا ديت. ومن قدام برضو بتبقى فيها حته سودا كده من قدام. ببدأ اغسلها. وزي ما انتوا شايفين كده حطيتها على حلتين. طبعا قطعت بس ما قطعتهاش 4 ارباع ولا اي حاجة، سبتها زي ما هي. بعد كده هحط لها يعني شقشاق مية، يعني حبة صغيرين خالص. وبعدين هولع عليها على النار تاخد غلوة واحدة، وبعدين اطفي عليها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا اول غلوة كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده اغطي عليها واسيبها لما تبرد خالص، واضربها في الخلاط. وبعد كده اعبيها في الاكياس بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده اهي. وريتكم الحله الاولانيه، دي الحله التانية وهي بتغلي برضو. زي ما قلت لكم ان انا ضربتها في الخلاط وبعدين صفيتها وبعدين عبيتها في الاكياس كده، بس لازم تبرد الاول علشان تعرفي تدخليها في الفريزر. طبعا لو متوفر عندك علب من اللي هي البلاستيك دي تبقى احسن. خلصنا من الطماطم وعملناها صلصة. معايا بقى زي ما انتوا شايفين كده كنت محوشة قشطة اللي هي وش اللبن، كنت محوشاها في الفريزر. طلعتها وحطيتها في الحلة كده زي ما انتوا شايفين، وبعدين ولعت عليها النار والناسة. يعني ايه النار والناسة؟ يعني هادية خالص خالص علشان القشطة بتاعتي ما تتحرقش. طبعا بوريكم المراحل كل شوية لما بتفك. طبعا الباقي فك، لسه واحدة كمان ما فكتش اهيت. طبعا علشان تطلعي وش اللبن تقيل كده زي ما انتوا شايفين، لازم تجيبي اللبن وتغليه، وبعدين تعنيه تحفظيه في التلاجة لمدة يومين. وبعد كده هتحصلي على احسن وش لبن. بتبقى السمك بتاعه تقيل لو اللبن بتاعك بلدي من عند اللبان. ما ينفعش تاخدي وش اللبن من اللبن اللي هو المعلب. طبعا بعد ما غلت كده زي ما انتوا شايفين افضل اقلب. مهمتي في السمنه البلدي علشان ما تتحرقش التقليب. افضل اقلب 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 علشان ما تلزقش في ارضيه الحله زي ما انتوا شايفين كده وتشيط معايا. طبعا هوريكم المراحل بتاع السمنه البلدي كلها. طبعا مش قادره اقول لكم على الريحه ازاي وانا واقفه. ما شاء الله، الله اكبر، حاجه كده عسل عسل عسل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يلا يا حبايب قلبي، يلا قوموا تشجعي كده وشوفوا وراكي ايه. طبعا زي ما انتوا شايفين المرته بدات تبان اهي كده زي ما انتوا شايفين. طبعا زي ما بتسموها مرته ملوحه زي ما بتقولوا عليها. ما شاء الله، الله اكبر، ما شاء الله. طبعا هي دي الكميه اللي انا كنت محوشاها. بس هتشوفوا طلعت معايا قد ايه سمنه وقد ايه ملوحه او مرته. في الاخر هوريكم، بس انا بوريكم ان المرته بدات تظهر كده على الوش كده زي ما انتم شايفين. اخلي بالي، اخلي بالي. يعني اقف جنب السمنه ما سيبهاش واروح اعمل حاجه، لا ما سيبهاش واغسل مواعين، ما سيبهاش واطبخ، لا. تقفي جنبها علشان ما تتحرقش. خلاص كده وصلت للمرحلة اللي انا عايزاها، ان السمنة طلعت فوق والمرطة نزلت تحت كده زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. طبعا بسيبها تبرد شوية وبحط بصفيها، بصفي السمنة. طبعا صفيت السمنة في بطرمان كده زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وكمان طلعت المرتة بتاعتي في حافظة كده زي ما انتم شايفين. اللهم بارك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا ده كيلو الا ربع من السمنة. الكمية اللي أنا كنت يعني وريتها لكم في أول الفيديو. طلعت لي كيلو الا ربع سمنة، وطلعت لي الكمية من المرتة دي. طبعا المرتة دي في رغيف أسمر بلدي كده حاجة كده وهم، أو تعملي بها بيض حاجة كده عسل. طبعا خلصنا من السمنة، هسيبها تبرد شوية بعدين احفظها في التلاجة. هعمل بقى صينية جلاش بالجبنة المشكلة، او بالجبنة والزيتون واللانشون.
طبعا انا مستخدمه النهارده، ممكن تستخدمي لانشون، انا مستخدمه النهارده سلامي بدل اللانشون. ببدأ ادهن الصينيه كده. الله اكبر، الله اعظم. يلا بينا بقى نعمل الغدا بتاعنا. هيبقى غدا خفيف كده ولطيف كده. طبعا احنا في الحر اللي احنا فيه ده عايز كله نواشف كده، فقلت بقى ادلع الاطفال بتوعي واعمل لهم بقى صينيه جلاش كده بمشكل الجبن وزيتون وسلامي. بس كانت ايه، عسل 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 بجد، كانت تحفه تحفه تحفه. ولازم اصلا ان احنا في الحر ده نعمل اكل نواشف، يعني علشان الاكل اللي بيبقى فيه صلصه وطبيخ وحاجات من دي ما بيبقاش لطيف، او مبيبقاش حلو في الحر اللي احنا فيه ده. طبعا دهنت الصينية بدهنة سمنة، ومعايا ورقتين جلاش، وبفرد بين كل ورقتين وورقتين دهنة سمنة. طبعا انت وراحتك، ممكن تعملي بين كل ورقة وورقة، بس انا بعمل بين كل ورقتين وورقتين دهنة سمنة. بيبقى مورق، بيبقى طعمه تحفة 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 في منتهى الجمال. جربوا الطريقة دي ومش هتندموا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا زي ما انتم شايفين كده بتن الأطراف كده زي ما انتم شايفين. طبعا بعد ما عملت الطبقة الأولانية بعمل نص فوق ونص تحت. معايا بقى الجبن بتاعتي، طبعا جبنة موتزاريلا على جبنة شيدر على جبنة مثلثات على جبنة رومي. طبعا كل اللي في التلاجة عندك لميه. وقطعت معاهم فلفل رومي أخضر، وكمان زيتون حلقات، وكمان شرايح من السلامي. طبعا ممكن تستبدلي السلامي لو مش متوفر عندك باللانشون، او ممكن ما تحطيش خالص، تكتفي بالجبن والفلفل الاخضر والزيتون، انتي وراحتك. ممكن كمان تحشيه ممكن بدل ما تحطي السلامي تحطي قطع فراخ او قطع بانيه. بنزل بقى بالحشوة بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين. طبعا كتري من الجبن، كتري، بصي ما تحرميش نفسك من حاجة، خليه يرز ويلطز وحاجات كده ايه ما اقولكوش. ببدأ افرد الحشوة كده على الجلاش كده زي ما انتوا شايفين. طبعا واحنا واقفين نستغفر ربنا ونصلي على الرسول هنلاقي كل حاجة اتعملت بمنتهى السهولة والبساطة. والله العظيم صدقوني، لما تصلوا على الرسول كده وتستغفروا ربنا طول ما انتوا واقفين، كل حاجة بصوا هتلاقوا كل حاجة اتعملت على طول من غير ايه ما خدت وقت. بعد ما حطيت الحشوة بتاعتي هنزل بقى بورقتين الجلاش بتوعي. طبعا زي ما قلت لكم بين كل ورقتين ورقتين دهنة سمنة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عايزة بقى كومنت حلو منكم بيسعدني وبيفرحني وبيديني طاقة إيجابية إن أنا أقوم وأصور لكم فيديوهات. وما تنسوش اللايك الجميل المتين بتاعكم. بعد ما خلصت الصينية كده زي ما انتوا شايفين وخلاص خلصت طبقة الجلاش اللي فوق، ببدأ أقسمه كده القطع. ببدأ أقسمه بالسكينة بقى الشكل اللي انت عايزاه، مكعبات مثلثات زي ما تحبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا هقطع مكعبات صغيرة كده عشان زي ما قلت لكم ان الأطفال بتحب مكعبات صغيرة أو مربعات زي ما بتقولوا عليه. طبعا هقطع برضو كده زي ما انتوا شايفين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد ما قطعته كده زي ما انتوا شايفين المربعات، معايا بقى كوباية لبن وعليهم بيضة ورشة ملح ورشة فلفل أسمر. ببدأ أربهم كده ببعض كده زي ما انتوا شايفين. ببدأ أنزل بقى بالخليط اللي أنا عملته ده اللي هو اللبن بالبيض ورشة ملح ورشة فلفل أسمر كده زي ما انتوا شايفين، وهنزل على الصينية بتاعتي واسيبها شوية قبل ما تدخل الفرن علشان تتشرب الخليط اللي أنا عملته.
طبعا بكون مسخنه الفرن على درجه حراره 180، او لو عندك فرن بلدي زي كده بتهدي خالص من فوق ومن تحت وبتدخلي الصينيه. شايفين الصينيه بقت زي الفل، عسل عسل عسل، تستاهل بقكم. حاجه كده في منتهى الجمال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وكمان الصلصه هي بعد ما بردت هدخلها الفريزر بقى كده زي ما انتم شايفين، بقول لكم ان هي بردت. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استغلي الطماطم وهي رخيصة، أو استغلي الموسم بتاع الطماطم وهي رخيصة واعمليها، بتبقى طبعا لا غنى عنها في أي بيت، وبتستخدميها في كل أكلاتك. معايا بقى ترمس كده زي ما انتم شايفين، غسلته كويس قوي تحت الحنفية ونقيته كويس قوي زي ما انتم شايفين كده. هبدأ أفتح عليه الحنفية بقى علشان أحط له معيار المية علشان أحطه يتسلق. طبعا بيتسلق ازاي؟ اول غلوه يعني تسيبيه لما يغلي اول غلوه، بعد كده تطفي عليه وتغطي عليه. اول ما يبرد بقى تاني يوم تقوم مغيره الميه وتسيبيه كمان يعني بالليل وتغيري الميه، وبعد كده تحطيه في حافظه في التلاجة، وبعد كده تسحبي منه عادي خالص زي ما انتم شايفين كده. طبعا هحطه يتسلق بقى على النار وهوريكم بعد ما اتسلق. طبعا هو كان لسه بيغلي اهوت كده زي ما انتم شايفين. هوريكم المراحل بتاعته. اول حاجه نقيته وغسلته كويس قوي، بعد كده حطيت له معيار الميه، وبعد كده سبته اهوت زي ما انتم شايفين كده. لما غلي اهوت كده بدأ يغلي خلاص كده كده زي ما انتم شايفين. سيبته يوم وبعدين غسلته كده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد كده بتملحيه وبتاكلي منه بيبقى زي الفل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. خلصنا كده الروتين بتاعنا النهارده. اتمنى الروتين النهارده يكون عجبكم ونال رضاكم، واتمنى ما كنتش تقلت عليكم. بس لو الروتين عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. وعايزه كومنت حلو منكم كده بيسعدني وبيفرحني وبيديني طاقه ايجابيه ان انا اقوم واعمل لكم فيديوهات. وعايزاكم تقترحوا عليا نعمل فيديوهات ايه، ومستنيه رايكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.